الشيف الحلواني كان مهمل جدا وهو بيعمل آخر تارتة. شاف إن الكريمة خلصت، لكنه نسي إنه لازم يعمل كريمة تاني. علشان كده التارتة الصغيرة دي اتسابت من غير كريمة في مرحلة التزيين. الخباز لما شافها ما فيهاش كريمة سابها على الترابيزة ومشي. ولما الزباين دخلوا المحل عجبهم باقي التارتات التانية واشتروا كلهم، وفضلت التارتة الصغيرة لوحدها في الركن بتعيط بهدوء. كانت نفسها تبقى زي باقي التارتات، فقررت تروح برنامج تجميل علشان تحكي حزنها. ولما شالت القبعة بتاعتها بتوتر، الجمهور اتصدم لما شاف تارتة من غير كريمة. بدأت تحكي قصتها الحزينة والجمهور كله عيط بصوت عالي، حتى المذيع نفسه بدأ يمسح دموعه. بس بعدها قال: ما تقلقيش، النهارده التجديد هيكون على ايد الخباز العظيم. الخباز قال انه النهارده هيخلي التارتة اجمل واحدة في الدنيا. راح جاب طبق وخلط فيه لبن وبودرة لبن وكمان شوية لبن تاني علشان يعمل الكريمة. بعدين فرد الكريمة على وش التارتة بالسكينة، وبعدها رمى فراولة في الهواء، نط بسرعة وقطعها نصين، والفراولة وقعت بالظبط على راس التارتة. التارتة كانت مبسوطة جدا بمنظرها الجديد، والجمهور اتبهر بمهارة الخباز. ولما جابوا المراية قدامها، التارتة ما صدقتش نفسها إنها ممكن تبقى جميلة كده. بس البرنامج كمان كان عازم 3 ضيوف مخصوص، والجميع كان متشوق يعرف هما مين. ولما وصلوا اكتشفوا إنهم أصحاب التارتة القدامى. شالوا القبعات بتاعتهم وطلع إنهم حلقوا شعرهم بالكامل. كانوا قصوها علشان التارتة ما تحسش إنها لوحدها. ولما شافت كده التارتة اتأثرت جدا وقررت تتخلى عن شكلها الجديد هي كمان. وبعدها الأربعة حضنوا بعض جامد جدا.